ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين. منورانا استاذ جهاد فكري، صانعه محتوى UGC. اهلا بيك يا جهاد. اهلا بيكي. منورانا. اهلا بيكي ومبروك على البرنامج. عايزه اسالك بقى. منورانا يا جهاد. طب سيبيني ارحب بيكم. منورانا يا جهاد. منورانا يا جهاد. مبروك على برنامجكم. ميرسي. انت اصلا مدربه جمباز. اه طيب قولي لنا بقى، انت ايه اللي دخلك في السوشيال ميديا وانت اصلا اتجاهك كرياضه وحاجات كده؟ بصي، انا اصلا مش مدربه جمباز، انا كنت لعيبه من وانا عندي 3 سنين. تمام. واتخرجت من بزنس انفورميشن تكنولوجي جامعه المستقبل في التجمع الخامس، عادي خالص. بعدين وكنت بجهز الMBA بتاعتي، الماجستير بتاعي. بعد كده لقيت ايه ده، انا وحشني قوي الجمباز، وانا ايه اللي خلاني اسيب اصلا من وانا لعيبه واروح حته ثانيه. انت وقفتي امتى؟ وقفت وانا في ثانوي ورحت لعبت كونغ فو. تاني افريقيا في الكونغ فو. يعني كمان شفت. لقيت روحي بعد الجامعه وبعد ما اشتغلت وصلت ان انا بقيت اوفيس مانجر بدراستي وكل حاجه. انا وحشني جدا الجمباز، وزي ما يكون كده انا مش قادره خلاص، لازم ارجع. فرجعت وبقيت مدربه، وانا اصلا كنت من اولى ثانوي بدات امرن في المدارس. لما رجعت تاني رجعت ان انا مدربه فرق، وبدات انزل بطولات، والحمد لله كل اللي مرنتهم الحمد لله كانوا قد المسؤوليه وجابوا ميداليات على مدار السنين. بس وقفتي شغل من 2014. والشغل عادي مكمله معايا بسيط. قعدت فيها كام سنه كده، وبعدين لا، فضلت الجمباز وسبت كل دراستي والشغل، وقلت لماما وبابا شهادتي علقوها في الصالون، انا هروح حته ثانيه. الصراحه اكتر من كده مفيش خالص، لان هم كانوا معدين جدا، ازاي جامعه خاصه وازاي كل الدراسه والتعب دوت ايه ده، هتودي كل ده فين؟ فانا قررت ان لا، انا حابه اكتر الجمباز. طيب ده قسم. بعد كده عندنا حاجه الUGC. اشرحي لنا بقى، عشان ده اموره كبيره قوي، واعتقد ان انت تعمقتي في القصه دي، فاشرحي لنا يعني ايه UGC. خلينا نتكلم الاول في معناه. هو اليوزر جنريتد كونتنت، هو عباره عن المستخدم. يعني مش بعمل اعلان زي التقليدي اللي احنا متعودين عليه بنشوفوه في التلفزيون للنجوم ما شاء الله كبار قد ايه، الناس اللي عندها انفلونس فولورز كتيره قوي وهم اصلا انفلونسرز، دي ناس عندها ملايين الفولورز. مش ده، ومش معتمد على كده اصلا. اوكي. هو بالعكس معتمد ان انا ما يبقاش عندي فولورز، معتمد ان انا اكون زيرو فولور. انا ببقى فعلا جربت البرودكت بتاعي او جربت المنتج اللي جاي لي. في براندز كتيره قوي دلوقتي بدات تعتمد على الUGC اكتر في الدعايه بتاعتها. خلينا نقول انه ارخص بكتير ان هو يعمل مع UGC اكتر من انه يعمل مع حد من الانفلونسرز الكبار. تاخدي فلوس اكيد اقل بكتير، وفي يوم في الاسبوع بعمله للليديز بس. معلش انا ليديز جدا صح. فبس بعمل لهم ان اي حد عنده براند بعمل لهم فور فري. فهو بناخد، بس زي ما اتفقنا انه اقل. هو مش معتمد على عندي، هو معتمد على البراند عنده فولورز قد ايه. انا ببيع له الفيديو، هو بياخد الفيديو بتاعك بالزبط. يعرضه عنده عشان المصداقيه بالظبط. وانا ببقى بالفعل جربت المنتج. يعني مش جالي وطلعت اتكلمت عنه. ولو حد جالي خدي فلوس واطلعي اعملي ده، لا. الامانه تحتم عليك ان هو لا. طب لو الفلوس زياده برضه لا. لا. وجالي منتج ما عجبنيش، قلت لهم انا اسفه، سوري، وادي الفلوس وادي المنتج، احنا مش هنتعامل مع بعض، انا مش حابه ان انا اتكلم عنكم. كويس. بس فهو ميني معتمد ان انا اكون صريحه، ومش معتمد على كل البهرجه اللي هو لازم يبقى عندي احسن مايك واحسن اضاءه واحسن واحسن كاميرا. احنا بحاجه البيت بالشمس في النادي بنصور. خدي بالك برضه، هو الUGC ده بيعتمد على الطبيعه، بيعتمد اكتر على ان انت تكون ازاي طبيعي، ما تبقاش باين ان انت بتعمل ده عشان تعمل دعايه. بالظبط. هو فكرته في المصداقيه اكتر، فكرته ان انا فعلا مستهلك حقيقي. وبعدين في حاجه في الماركتنج اسمها الورد اوف ماوث، القوه بتاعت الكلام. يعني حضرتك لما بتروح مكان عجبك بتبدا تذيع في كل حته ان هو عجبك، ولو ما عجبكش بتذيع ان هو، واي حد هيجي يسالك اخرج فين هتقول له على المكان ده، فهيروح هيجرب زيك. طب لو هو ما عجبكش وانت قلت له كلام بشع، هياخد نفس الكلام ومش هيفكر انه يجرب. انا مستهلك، انا قريب من الناس، انا مع الناس اكتر، فانا عندي نفس مشاكل الناس وبشرتي زي بشره الناس العاديه، بعمل مع الناس عادي. سبحان الله. يعني اي صانع محتوى ممكن يعمله. بس مش هقول لك الانفلونسر. ليه بقى؟ زي ما قلت لك، هو فكره الانفلونسر ان هو عنده فولورز كتير قوي. مش عايزه احدد، بس الاكل ده جوسي قوي، هو ممكن ما يبقاش جوسي ولا اي حاجه وربنا بيسهل. وفي لا، انا جربت فعلا ولقيته حلو. عشان يعني كده ببتعد عن الاكل. الUGC مصداقيه،
قصدك ان عرض المنتج بمصداقيه اكتر عشان انت شخص استخدمه بالفعل وقال رايه الحقيقي. بالظبط. طب انت شايفه ان المجال حاليا بيلجأ اكتر اليو جي سي ولا الانفلونسر؟ هقول لحضرتك، احنا لحد وقت قريب قوي كانوا كله شغال مع الانفلونسرز، وفجاه الانفلونسر طلبوا مبالغ كبيرة. بقت اي براند بيحاول يبدا مش قادر عليها. وفجاه من عند ربنا بدات كل البراندز اللي بتبدا تتجه للاتجاه بتاع اليو جي سي، وتبدا تقول يا جماعه احنا عايزين وبندور على يو جي سي. فبدانا احنا اللي هو احنا هو موجودين، واكتشفت ان احنا كتير جدا ما شاء الله علينا. طبعا ما شاء يعني الله. ما تهيأليش ان احنا كنا نعرف بعض ان احنا كل دوت من كتر ما انتوا انا بتحاولوا تخشوا المجال اكتر، تحاولوا تبقوا موجودين اكتر. اعتقد في جروبات معموله دلوقتي لليو جي سي، دي حقيقه. صح؟ وفي كمان بقت زي مستقل وزي الحاجات دي بقت لليو جي سيز كمان عشان ندخل ونشتغل من عن طريقها. طيب واحنا بنعمل كورس دلوقتي، هنجهز لكورس ان يعني شاء الله. موضوع مربح ليك؟ بس خلينا متفقين مفيش شغل مش مربح، اي مجال شغل مربح. بس هنديله افورت كتير ونركز فيه، يعني هنركز في الشغل ده هنطلع نتيجه. مفيش حاجه اسمها ان احنا مش هنشتغل. يعني معتمد على الشغل اكتر من الربح؟ طبيعي طبيعي. انا سمعت ان انت خدت كورس اذاعه، دي حقيقه. او انا عرفت ان انت خدت كورس دي اذاعه. حقيقة. قولي لي غير فيكي ايه وعملتي ايه واضاف لك ازاي في مهنتك اللي انت شغالاها؟ هقول لحضرتك بقى لان دي نقطه مهمه جدا. انا في الاول كان الفيديوز بتاعتي انا بشتغل فيسلس، يعني بدون وجه، ما بطلعش في الفيديوز بتاعتي بوجه. متخفيه بالظبط. يعني فلما باجي اشتغل ما ببقاش عارفه اقول المنتج عجبني ولا لا. تحس نبره صوتي كانت موحده جدا، وما كنتش ببقى عارفه اقول يا جماعه المنتج دوت قد ايه حلو، او يا جماعه نبتعد عن هذا. بعدين لقيت بالصدفه البحته كورس من راديو في السكه، لقيتهم منزلين ان هم بيدوا كورس اذاعه وعاملين فويس اوفر. قلت بس دي جات لي، رحت بعت لهم تلقائي، لقيتهم بيتواصلوا معايا قالوا لي حابه ايه. طبعا رحت تلقائي، المكان كان خطير جدا بالنسبه لي، استوديو حقيقي، كل حاجه فيه كانت حلوه. اضاف لك ايه؟ ايه الاضافه علمني يعني اتغيرت ازاي؟ علمني العب بصوتي، علمني ان انا اقول المنتج ده حلو ازاي، وابين ان هو قد ايه مفيد من غير محتاج ان انا ابان بوشي. تغيير الصوت يعني قصدك؟ طبقات الصوت. قدرتي تغيري صوتك بالظبط على حسب كل منتج. بالظبط. بقيت عارفه اتكلم. هو اصلا الكورس فيه جزء كبير منه بيتكلم عن طبقات الصوت، بيتكلم عن الاعلانات، بيتكلم على ازاي تبقى مذيع وتعبر من غير ما تظهر. فاذاعه. كويس ان انت دورتي ان انت ازاي تطوري في مهاراتك اللي ممكن بعد كده يبقى ليها دخل بالنسبه لك. اكيد مش كل الناس بتفكر كده، يعني عادي. هو الناس انا قاعد في بيتي قدامي موبايلي شغال يو جي سي، مش شرط بقى ان انا اقعد اتلون في صوتي وان انا اغير صوتي وان انا لازم اكون شاطر، طالما كده كده هحصل فلوس فتحسب لك ان انت فكرت ان انت تطوري من نفسك. وخدت كورس في التصوير عشان اعرف اطلع حاجه كويسه، منتج يبان كويس. وخدت ازاي اكتب سكريبت كويس عشان اطلع المنتج. من الناحيه الثانيه بقى قولي لي السلبيات اللي في المجال بتاعك. اكيد مش كله مزايا. لا بصراحه انت لا. فرشت لهم ورد دلوقتي. لا، لازم يبقى بصي. فيها دخله كده. خليني اقول لك ان السلبيات هي موجوده لان مش فاهمين. فلما يجي مثلا حد براند عايز يعمل معاكي يقول لك طب تمام هديكي المنتج ببلاش، ما تاخديش فلوس. ليه حضرتك؟ حضرتك رايح تعمل اعلان، ليه ما اخدش فلوس؟ يعني مش انا هشتغل، مش انا هعمل مونتاج للاعلان دوت، مش انا هعمل فويس اوفر، مش انا جبت معدات، جبت مايك، جبت اضاءه، كل الحاجات دي مش انا محتاجه، يعني مش ده شغل. فليه ببلاش؟ عشان هم يعني معتمدين اكتر ان البلوجر يعني ماشيين في الحته دي. بالظبط. يقول لي لا ما هو انت اصلا مثلا ما عندكيش فولورز، اما انا اروح لاي بلوجر مشهور وهعمل عنه. هتدي له فلوس بس برقم كبير. بالظبط بالظبط بالظبط. بقى هتدي له، طب انت بتستخسر فيا مثلا ولا هقول ايه؟ هو بيدور على الاضافه، بيدور على ان انت هتضيفي له ايه. حلو. الناس بقى في مصر كانوا لسه لحد وقت قريب قوي مش قادرين يفهموا ان فكره الفولورز تبقى عندهم مش عندي. يعني مش انا اللي مطلوب مني خد بالك يبقى ده عندي دلوقتي في followers. حملات، يعني في شركات اوريدي فاتحه تقول لك انا هوفر لك يو جي سي. بالظبط. الفيديو بقد كده، اعمل لك 30 فيديو مثلا بكذا، ايوه تاخدهم تستخدمهم، فخلاص ده في شركات دلوقتي قائمه على اليو جي سي. بالظبط. اصلا فكره اليو جي سي ان هو بيتشهر على السوشيال ميديا، على التيك توك، الشورتس بتاعت اليوتيوب، مش عندي. على حضرتك ليه حاطط لي ان انت تبقي عندك فولورز؟ صاحب البراند
البراند حضرتك هتنزل الاعلان، هتعمل له اد زي ما بتعمل البرنامج للاعلان بتاعك اد، فانت عادي انت هتمشي هل حياتك انت زي ما محتاجه هي. تبقي متفرغه لده؟ لا خالص. خالص ممكن تعمليه وانت شغاله في اي شغلانه، انا معاكي الحمد لله ولادك عادي. انا بشتغل وعندي ابني وبروح اوديه واجيبه وعايشه حياتي، بس ببقى مفضيه وقت ده هقفل فيه كل حاجه انا هصور. بس هسألك سؤال صعب في الاختيارات. يعني عايز تبقي مذيعة أكتر بما إن أنت خدتي كورس إذاعة، ولا عايزة تبقي يو جي سي؟ يعني واختاري اختيار واحد، ما تقوليش أصل كده، لا اختاري اختيار واحد خليني من اقول لك الاثنين. ان لحد من قريب جدا كنت عماله اقول يو جي سي، بس بعد كورس الاذاعه قلت بس انا قررت ابقى مذيعه. لا 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 لا، انا قررت ابقى مذيعه والمجال عجبني جدا ولا لازم ابقى مذيعه. بس هو فادك، انت بتقولي هو فادك بس يعني فهو ما اقدرش شالتها اختار برضه. لان هما الاثنين اندمجوا مع بعض عندي في حته واحده. تمام. لا هو في اختيارات. النهارده لما اجي اقول لك انت يعني اختاري حاجه من الاثنين، يا تبقي مذيعه يا اما تبقي يو جي سي، وخلاص يحتم عليك ان انت تختاري واحد من الاثنين، هتشوفي الافضل بالنسبه لك او الافيد بالنسبه لك. خليني اقولها لحضرتك بطريقه تانية. انا عملت مثلا برنامج على اليوتيوب، أه لما جيت اقارن انا عايزه اكمل في البرنامج بس ولا عايزه ان انا لما يجي لي فرصه اعلان ان حد يطلب مني اعلان اختار الاعلان بس، قررت ان انا اعمل الاثنين برضه، ولقيت لقيتي ان نفسك في الاثنين الاتنين؟ ماشيين مع بعض وبيشجعوا بعض وبيخدموا على بعض. اسالك سؤال سريع، اتفضل. لو قدامك اختيارين تمشي ولا تقعدي؟ لا هقعد. هتقعدي، يعني اخترتي حاجه واحده. للاسف شديد وقت حلقتنا النهارده انتهى، وان شاء الله نتقابل تاني كتير. شكرا جدا ليك يا جهاد، وان شكرا شاء ليكم، الله نتقابل نورتينا. مع بعض. شكراً. حقيقي اتبسطت معاكم. للاسف الشديد يا جماعه احنا وقت حلقتنا النهارده انتهى، ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي على خير. شكرا جدا ليكم.